Yeah, yeah, let it roll, then drop, let it roll. We run it never fall. Take to the street, we say they will heat. Life again, I pray no cheat. Rise every day, never taking defeat. Cold nights, made up harder, iron fuel to the fire, always improving. تخيل معايا هاد الأغنية كاملة مصاوبة بالذكاء الاصطناعي، وفي الآخر هاد الفيديو غادي تكون عندك القدرة باش تصاوب موسيقى بحال هادي وفابور. مرحبا بكم في الذكاء الاصطناعي بالدارجة. اليوم ماشي غير غنوريك الأدوات، غادي نعلمك كيفاش تخدم بهم. هذه هي الماستر كلاس ديالك باش تولي تصاوب الموسيقى بالذكاء الاصطناعي، وغادي نقارنوا بين أكبر ثلاثة ديال المنصات: اوديو، سونو والسونوتو، باش تعرف بالضبط شكون اللي مناسبة ليك. كل فنان كيحتاج الاستوديو ديالو. يلا نديروا واحد الجولة في الاستوديو ديالنا ونتعرفوا على كل أداة بالتفصيل. أول أداة معانا سونو، صانع الأغاني السريع. سونو هو المشهور بزاف، الميزة الكبيرة ديالو هي أنه كيصاوب لك أغنية كاملة بالكلمات والصوت في أقل من دقيقة. كتعطيه فكرة وهو كيتكلف بالباقي. عنده مجتمع كبير على الديسكورد وتقدر تخدم مع صحابك على نفس الأغنية. لمن كيصلح سونو مثالي لصناع المحتوى ديال اليوتيوب والتيك توك والناس اللي باغيين أغنية كاملة بالكلمات ديالها دغيا. الثمن ديالو عنده واحد الخطة فابور للاستعمال الشخصي، ولكن الا بغيتي تستعمل الموسيقى تجاريا، يعني تحطها في يوتيوب ولا تحطها في تيك توك ولا في هاد المنصات، كاينه خطط كتبدا من 8 دولار للشهر. الاداه الثانيه اللي عندنا اوديو. الا كنتي بغيتي وكتقلب على اعلى جوده، هنا فين خاصك تكون. اوديو معروف بالجوده الاحترافيه ديالو، الصوت كيبان بحال مصاوب في استوديو ديال بصح، كيعطيك تحكم كبير في التفاصيل. تقدر تزيد الكلمات من عندك، تزيد في طول المقطع وتبدل اجزاء صغيره في الموسيقى. لمن كيصلح فيديو للناس اللي باغيين اعلى جوده وتعديلات احترافيه، اليوتيوبرز اللي باغيين موسيقى تصويريه فريده من نوعها، وكتاب الاغاني والمصممين. الثمن ديالو حتى هو عنده واحد الخطه فابور محدوده، والخطط المدفوعه كتبدا من 10 دولار في الشهر باش تطلق الميزات كامله، وتقدر ديك الساعه تحط المسائل ديالك في اي منصه بغيتي. الاداه الثالثه سونوتو، المبدع الحر وبلا حدود. سونوتو عنده واحد الميزه قويه بزاف. سونوتو فابور بالكامل بلا حدود، تقدر تصاوب شحال ما بغيتي ديال الموسيقى بلا ما تخلص والو، وحتى الاستعمال التجاري كاين، كيعطيك امكانيه دير ريميكس للاغاني وحتى تصاوب صوره الغلاف للاغنيه ديالك. من كيصلح هو الاختيار المثالي للهواة، الطلبه، اي واحد باغي يجرب ويصنع الموسيقى بالذكاء الاصطناعي بلا حدود وبلا ميزانيه. وتقدر تشوف في التيرم اند سيرفيس ديالو انه راه كيعطيك انه تستعمل الموسيقى ديالك فين ما بغيتي. الثمن ديالو فابور 100%. دابا من بعد ما عرفنا الادوات والاستوديو ديالنا، وصلنا لاهم درس. هاد الادوات قويه ولكن ما كتساوي والو بلا برومبت مزيان. الذكاء الاصطناعي هو الاله، ولكن البرومبت ديالك هو النوطه الموسيقيه. السر في البرومبت المثالي خاص يكون فيه 5 ديال العناصر: اولا النوع ديال الموسيقى، ثانيا المزاج، ثالثا الالات، ورابعا الصوت، وخامسا الموضوع. مثلا برومبت بسيط بحال اغنيه حزينه كيعطيك نتيجه عاديه. ولكن إلا خدمنا بالصيغة الكاملة، مثلا أكوستيك فولك، مزاج حزين مع جيتار وبيانو وصوت أنثوي لطيف، غادي نحصلوا على النتيجة احترافية بحال هادي. Silent streets and quiet tears, raindrops falling down my window. اوكي، دابا وصلنا للخلاصه الواضحه. شكون هو الرابح معنا اليوم ما بين هاد الثلاثه ديال الادوات؟ الجواب هو كل واحد فيهم كيصلح لحاجه معينه، وعلى حساب الاستعمال ديالك وعلى حساب الجيب ديالك وعلى حساب انت اش من بلاتفورم واش من واحد حبيتي فيهم. الا كنتي كتقلب على احسن جوده وتعديلات احترافيه باش تخرج شي حاجه نقيه، الخيار الاول هو يوديو. الا كنتي باغي كلشي فابور وبلا حدود وباغي تجرب وتلعب بالريميكسات وتقاد الموسيقى مع راساتك، كاين سونوتو. ولا كنتي باغي
صايبغي اغنيه كامله بالكلمات ديالها وداك الشيء متقون ومضمون وزوين، السونو هو الخيار ديالك. ولكن الخطه ماشي المجانيه، خاصك تخلص باش تقدر تستعمل داك الشيء تكوميرسياليزيه لا في سونو لا في اوديو. سونوتو ما عندوش هادشي. ودابا احنا وصلنا من فكره بسيطه لاغنيه كامله، ودابا عندك كاع الادوات، عندك المقارنه وعندك المعرفه باش تحول الافكار ديالك الموسيقيه لواقع. والاستوديو رسميا راه ديالك، ثلاثه الاستوديوهات اللي عطيتك اليوم. التحدي ديالك دابا هو تمشي وتصاوب شي اغنيه مع راسك وتشوف داك الشيء كي داير. ولا كان هذا الفيديو عجبك وجاك زوين، اشترك في القناه ديالنا ودير لنا شي سبسكرايب، شي لايك، شي كومنت من عندك، حتى نبغي نقرا لي كومونتير. ولا عندك شي فكره ديال شي سوجي ولا بغيتي تعرف شي حاجه على الذكاء الاصطناعي، فهاد القناه راه درتها باش نهضروا على الذكاء الاصطناعي بطريقه مبسطه ونعطيو للناس الادوات والحوايج اللي خصهم باش يتعلموا الذكاء الاصطناعي. مرحبا بكم كاملين وشكرا بزاف على الاستماع وتهلاو ليا في راسكم.